بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت ونوهنا عن ان احنا هنعمل حلقه مخصوص عن موضوع الايميل. اوكي، ايه موضوع الايميل بقى؟ موضوع بسيط جدا هنتكلم فيه بسرعه. امتى نبعت ايميل؟ يعني امتى اقصد بيها امتى الظرف وامتى الوقت. امتى الظرف؟ لما نكون محتاجين حاجه رسميه نتخاطب بيها مع الادارات المختلفه او مع حد شركه بره او في العمل او ما الى ذلك. ده امتى الظرف. طب وامتى الوقت؟ امتى الوقت؟ حاول دايما تبعت الايميل في وقت العمل، يعني تبعته للناس في وقت شغلهم. ما تجيش مثلا تبعت ايميل الساعه 10 بالليل منتظر منهم مثلا اجابه، لانه مش هيبقى عنده اجابه. وارد جدا انت لما تبعت الايميل بتاعك الساعه 10 بالليل ما يشوفوهوش او ما يردوش عليه. يبقى انا عشان يكون محدد اعمله في ساعات العمل الرسميه، ابعته في ساعات العمل الرسميه. اوكي. والايميل طبعا زي ما قلنا قبل كده هو طريقه رسميه اكثر من اي شيء اخر. بدل ما ابعت على الواتساب، لا دي مش رسميه. الايميل حاجه ايفيدنس، حاجه رسمي، حاجه فيها دليل. تاني حاجه لازم اتاكد ان الايميل ده فعلا مهم، يعني مهم ان انا ابعته. اهميه ان انا ابعت الايميل ده ايه اهميه ابعته؟ طب لو ما بعتوش ايه اللي هيحصل؟ لو انا ما بعتوش ما عنديش دليل على الموضوع اللي اتكلمت فيه، ما عنديش وقت، ما عنديش توقيت، يبقى ده لازم اتاكد من اهميه الايميل في الوقت ده. تالت حاجه، ازاي اكتب الايميل؟ اكتبه الاول حاجه بالتحيه المناسبه، مثلا صباح الخير او مساء الخير او جود داي تو يو او hope find your mail in a good health، او زي ما تقول اتمنى يوصلك الايميل بتاعه وانت بصحه جيده، وهكذا. طبعا دي مستر كذا او دي فلان او كذا، او زي ما حسب الشخص اللي قدامك بتتخاطب معاه ازاي. اوكي. يبقى انا دلوقتي هبعت الايميل اول حاجه الانترودكشن او التحيه المناسبه. تاني حاجه هكتب الموضوع اللي انا عايز اتكلم عليه. والموضوع ده يا جماعه فيه 3 حاجات، لازم اكون مركز ومحدد وملخص. لازم اكون مركز في الموضوع اللي انا بقول عليه، تحديد حاجه معينه، مثلا بعتنا متابعه الموضوع كذا كذا بتاريخ كذا احنا بعتناه او كذا، او بعتوا لنا عرض اسعار يا جماعه او الكوتيشن اللي كذا كذا كذا. اوكي. يبقى انا هكون محدد وواضح ومركز في الموضوع دايما عشان ما توهش اللي قدامي. لو محتاجين ان احنا نرفق مرفقات للموضوع، صور او كوتيشنز او كذا او حاجه سابقه او سابقه تحدث في الموضوع، لازم نرفقها برضه عشان خاطر يبقى الموضوع سهل على قد ما نقدر نسهله على الطرف الاخر. اخر حاجه او خامس حاجه ان انا اذكر ما اريده باختصار واشوف ايه المطلوب من الطرف الاخر. يعني المطلوب منه مثلا قد يكون اقول له لو سمحت ابعت لي عرض اسعار جديد لان العرض الاسعار مثلا انتهى وقته، او لو سمحت حضرتك لو هو مديري ساعدني في الموضوع كذا كذا. دايما استخدم حاجات لطيفه. انا عايز راي حضرتك في كذا، عايز مساعده حضرتك في كذا، عايز موافقه حضرتك على كذا. يبقى انا دايما اكون برضه بتكلم بشكل لطيف، كأن بتخيل نفسي قدام الشخص اللي ببعت له الايميل. يعني انا بتخاطب معاه كأنه قدامي وجها لوجه. لازم اكون لطيف، لازم اكون مركز، لازم اكون محدد. وخامس حاجه او اخر حاجه بشكر الراجل اللي انا بعت له الايميل بتاعه ومنتظر من حضرتك رد مثلا في خلال كذا، او لو سمحت as soon as possible، يعني على قد ما تقدر يكون الرد سريع، وهكذا. وطبعا بشكره في النهايه. واحنا بنتكلم عن موضوع الايميل يا جماعه تجنبوا، كانوا بيقولوا لنا زمان كده في الاداره، تجنب انك تعمل بينج بونج ايميلز. يعني انا ابعت له ايميل في كذا موجود، لا 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 مش موجود، لا انا قلت كذا، لا ما قلتش كذا، لا بحيث الموضوع ما يبقاش فيه نديه او احتداد في الراي، او لغه غير مطلوبه، او في نوع من العصبيه او من الكذا، يعني او نوع من التحدي بيبقى مش كويس خالص. انه انا بعت لي قال لي كذا رديت عليه قلت له كذا، لا ممكن استنى بقى استوضح منه، اتصل بيه اقول له انت بعت لي على الايميل كذا، انا بعت لحضرتك قلت لك كذا، فلو سمحت قول لي ايه الخطوه اللي جايه، وهكذا. يبقى دايما احنا دايما نكون رفقاء، يعني نخلينا نكون لطفاء في التعامل زي ما اذا صح القول يعني. اوكي. دي حاجه بس حبيت اتكلم فيها النهارده ان شاء الله. وبالتوفيق يا رب للناس كلها، ونكون مور بروفيشنال في شغلنا ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير. لو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك وشير، وتواصل معايا في اي لحظه ان شاء الله. وشكرا لكم ومع السلامه.